السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. هذا الفيديو بغيت نديرو اليوم بالليل بعد ما سمعت بطبيعة الحال ليليزي يطرد 12 جزائري دبلوماسي جزائري. بطبيعة الحال ليليزي كدولة عريقة، فرنسا عندها تاريخها، ما دارش لا ديستينكسيون بين هذا التابع لوزارة الخارجية الجزائرية والتابع وزارة الداخل. المهم دبلوماسيين وصفطت لهم 12، عكس الجزائر اللي طردت فقط اللي تابعين وزارة الداخلية باش تخلي العلاقة مع مع الرئيس ماكرون. هادو ما طرد وانتهت القصة سون ديستينكسيون واش تابعين وزارة الخارجية الجزائرية والداخلية. الجزائر العكس، قلت لك هي كتحارب بغونو روتاي وليس ماكرون ووزير الخارجية. إذن كانت غباوة ما بعدها غباوة وضعف من حتى في الطرد. واستدعت فرنسا السفير ديالها. وانا العجيب والغريب في هذه القضية اللي تعجبت فيها، منين غتطرد الجزائر من يعملون في السلك الدبلوماسي، مثلا في السفارة على سبيل المثال، إلى حد ما نقولوا ألونزي، رغم أنه غير فرفارة ما عندهاش الإمكانيات تصارع مع فرنسا، ولكن ألونزي. ولكن منين غتطرد الناس اللي خدامين في القنصلية؟ هاد الناس خدامين للجزائريين. واش كاين فرنسيين في الجزائر؟ هادو خدامين أولا وقبل كل شيء للجزائريين، كيخدموا خدمات للجزائر، كأنها دولة الفوضى، كأنها جماعة الفوضى في الجزائر بغات تعاقب بصبع الزرق والناس العاديين الجزائريين. ولا ربما غنشوفوا في الدقائق ولا في السوايع اللي جايين ولا هادي نشوفوا واحد العدد الفيزات اللي كيعطاوها الجزائر منخفضة جدا جدا. لأن شكون اللي غيخدم دابا هاد الفيزات؟ انت طردتي 12، وشكون اللي غيوصل الفيزا الجزائريين اللي بغاو يجيو؟ كاين اللي بغا يقرا، كاين اللي بغا يمشي للطبيب، كاين اللي بغا عنده المسائل ديالو في فرنسا، الاعمال ديالو، عنده العلاقه، عنده السياحه في فرنسا. هذا مشكل كبير. هاد الدوله والله الا هاد الدوله مارقه بما في الكلمه معناه، وكدير العداوة وكتظهر العداوة وكتابليكي العداوة ماشي فقط للآخرين المحيط بها، لأن كيف قال الرئيس تيبون جميع حدودنا متوترة، بل ضد الجزائريين أنفسهم. أنا تعجبت في هذه الفيزا، يعني طرد الفرنسيين، وشكون غيدير الفيزا للجزائريين؟ ومنين يطردوهم الفرنسيين؟ منين يطردوا كذلك الدبلوماسيين الجزائريين من فرنسا، وخاصة اللي كاينين في القنصليات؟ شكون اللي غيخدم الجزائريين في القنصلية الفرنسية؟ يعني من جهتين المسألة غتكون مضرة ومضرة ومضرة للجزائر وليس للفرنسا. ليلتكم سعيدة، إلى اللقاء.